صلى على النبي. قبل ما نبدأ فيلمنا استعدوا يا حبايبي، عندنا كالعادة عظمة. بيبدأ الفيلم بضابط الشرطة المميز بورد وهو بيكلم الشرطة وبتقول له استنى في قوات دعم جايالك، ما تقتحمش لوحدك. لكن هو مش بيسمع الكلام ولا بيستنى، وبنشوف شوية ولاد داخلين عليه. بيقول له يا نجم النجوم اللي موقفك عندك؟ بيقول لهم طيب ما اقف براحتي، هو انا في صالة بيتكم؟ وبيبدأ ضرب فيهم وبيجروا منه زي الفئران. وبيكلم القائد بتاعه وبيقول له لا مش هستنى قوات دعم واقتحم لوحدي، انا حاسس ان القاتل موجود جوه مستخبي، ولو صبرت انكم تيجوا هيكون هرب، ولازم ادخل وانتقم لصاحبي منه. وبيدخل فعلا المكان واللي بيكون ضلمه جدا، وبيتفاجئ بجثه بنت في اوضه من الاوض. وبيكمل بحث في المكان والقاتل بينط في وشه وبيضربه ضربه شديده توقعه في الارض. وبيقول له انت بقى اللي هتوقفني؟ لا يا بابا انا راجل الرمل، مفيش حد يقدر يوقفني ولا يقف قصادي. وبيطلع سكينه وبيقول له انت جاي تنتقم لصاحبك؟ طيب ايه رايك تروح له احسن. وبيهجم عليه عشان يقتله، بس بورد بيطلع المسدس بسرعه ويديله طلقه تجيب اجله. يلا هو غار في داهيه. بعد مرور 16 شهر بيوصل بورد لوس انجلوس وبيروح يقابل النائب العام وبيكون عاوزه في مهمه جديده. وبيفضل يقول له انهم اختاروه في المهمه دي عشان هو من اشطر الضباط الموجودين وانه قدر يقتل راجل الرمل لوحده. وبيفضل يقول له ان المهمه دي مفيش غيره يقدر عليها، وخصوصا انه من كندا ومفيش حد يعرفه هنا في سجن الولايات. والمهمه بتكون انهم عاوزين يبعتوا للسجن على انه سجين عشان يقدر يعرف ايه القصه والسر ورا جرائم القتل الكتيره اللي بتحصل في السجن، واللي عددهم اكتر من 16 سجين اتقتلوا في الكام شهر اللي فاتوا. وان الموضوع ده عامل قلق كبير للمأمور ولازم يتحل قبل الانتخابات والدنيا تبقى مستقره قبل الانتخابات تبدا. وبيقول له ان العميله اماندا هتعمل دور مراته علشان تبقى حلقه وصل بينهم ويقدروا يعرفوا معلومات عن طريقها. وبعد ما بيخلص كلامه بيسأل بورد اذا كان موافق ينضم للمهمه، وبورد بيقول له الصراحه انت فاجئتني، اديني وقت افكر وكام يوم وهرد عليك. بورد يا حبيبي مالك، دي مهمه مش طالبين ايدك، هتصلي استخاره. وبيخرج هو والنائب العام واماندا وبيسأل اماندا كده في الخباثه عن النائب العام، هو ايه سكه الراجل ده سالك ولا ايه؟ فهي بتقول له ان زي ابوها وهي مش بترفض له طلب وهتقوم بالمهمه دي عشانه. بورد بيطلب منها تجيب له معلومات عن اي سفاح موجود في السجن، وبيقول لها ان المعلومات اللي هتجيبها له هي اللي هتحدد انا هقبل في المهمه دي ولا لا. بيقول لها يكش تسدي بقى في الحوار ده. اماندا بتتعصب وبتقول له اللي قدامك دي الاولى على دفعتها، وكون ان عندك عقده من الستات وفاكرني عشان ست هيبقى مش شاطره في شغلي، دي مشكلتك. ايوه اديله يا اماندا. هو بتسيبه قفا يقمر عيش ويمشي. بنروح نشوف عربيه المساجين الجديده وصلت للسجن وبنشوف برضه هو نازل معاهم. ايه ده، شكل عمتنا اماندا نجحت. وبورد قبل المهمه وبنشوف القائد وهو موقف المساجين وبيقول لهم كل حاجه هنا بامري، انا اللي اقول امتى تاكل وامتى تنام وامتى تروح الحمام. وبنشوف ان الراجل ده شراني قوي وعنيف قوي مع المساجين، وبنشوف نظرات تحدي بينه وبين بورد، شكلهم كده مش مستريحين لبعض. وبيروحوا المساجين للفحص الطبي وبعدها بيوزعوهم على السراير بتاعتهم. في الوقت ده بورد بيلاحظ ان السجين هونج اللي قدامه عينه غريبه، فبيقول له على فكره عينك غريبه ومطفيه، هو ايه اللي حصل لها؟ فالمسجون بيقول له عشان في مسجون ضربني بالسكينه فيها فبقت كده. بورد بيستغرب ان حاجه زي دي تحصل في السجن وبيروح للزنزانه بتاعته وبيجي يشغل الراديو. فبيجي المسجون اللي معاه في الزنزانه وبيقول له هات بقى الراديو ده، ايه هو احنا في الاوبرا هنا؟ واعمل حسابك هتدفع $500 عشان اسمح لك تنام على السرير ده. بورد بيقول له بس انا مش معايا فلوس. المسجون بيقول له يبقى مفيش غير انك تركع على رجليك وتقدم فروض الولاء والطاعه وساعتها هسمح لك تنام من غير ما تدفع فلوس. بورد بيقول له ده انا انام واقف زي الحصنه ولا ان اركع لصرصار زيك؟ وايه اركع دي، فاكرني في الهند ولا ايه؟ هو انت بقره بس انا مش هندي يا عسل. هو بيطلع المسجون سكينه بس بورد بيمسكه ويلزقه زي البرص في الحيطه. فالواد بيخاف وبيقول له يا ستر عليك ده انا كنت بهزر، وبيهرب منه. وفي وقت الاكل والمساجين واقفين عشان ياخدوا الاكل بتاعهم بيجي مسجون وبيهجم على هونج وبورد بينقذه على اخر لحظه والمسجون بيضربه، بس بورد نينجا وبيديله بالرجل في وشه. وبيجي الامن والقائد وبيقول للمسجون انا هعرف اربيك. وبيروح لهونج ويقول له انا عارف انك غلطان دايما. وبيقول لبورد اعمل حسابك انك مش هتستمر على الحال ده. بورد بيقول له ده تهديد ولا ايه؟ بيقول له القائد تهديد ايه؟ استغفر الله ده وعد يا غالي. وبيمشي ويسيبه والمسجون بيقول لبورد هجيبك يعني هجيبك. بورد بيروح عشان يقعد جنب هونج بس هونج بيقول له احنا هنا اسره سودا مع بعض، روح اقعد مع الابيض اللي زيك وهم قاعدين وراك.
وبيروح بورد يقعد مع المساجين البيضة، والمسجون بيسأل بورد دخلت السجن ليه؟ بورد بيقول له مفيش، شوية شقاوة كده وراحت لحالها. المسجون بيقول له مهما كنت شقي مش هتكون اشقى من صاحبي ده اللي كاتب على دماغه كل اسماء اللي قتلهم. بورد بيقول له شقي قوي فعلا. وبيروح بورد الزنزانة ويسأل المسجون اللي معاه عن واحد مسجون اسمه بارد، كان من كام سنة بس مات هنا من فترة. بس المسجون بيرفض يجاوب على اسئلته، وبيقول له ان الحيطان ليها ودان وما يقدرش يتكلم هنا. وبتجيله اماندا زيارة بحكم انها عاملة مراته، هو بيقول لها انه عاوز فلوس ضروري لان كل حاجة هنا بالفلوس. فبتقول له انه ممنوع اديك فلوس هنا اثناء الزيارة. فبيقول لها يبقى لازم تلاقي طريقة تدخلي لي بيها فلوس. وبتحاول اماندا تاخد فلوس بس الرئيس بتاعهم بيرفض ده، وبيقول لها انت حلقة اتصال بينا وبس ودورك تنفذي التعليمات وبس. وبنروح نشوف بورد وهو بيمسح ارض السجن، وبيدخل عليه المسجون اللي ضربه ومعاه واحد تاني ويتهاجموا على بورد. بس بورد نينجا بيضربهم بالرجل وبالبوكس وفين يوجعك. هو بيروح يقعد في الزنزانة مع زميله وبنشوفه بيقرا في كتاب، وفجأة بيطلع فلوس من الكتاب اللي معاه. الظاهر ان اماندا بنت جدعة وعرفت تدخله فلوس. وبيروح لهونج واللي بيكون قاعد مع المساجين السود، وبيكون المساجين مستغربين انه اتجرأ يجي مكانهم لوحده. وبيروح يقعد مع هونج وبيسأله بقاله كام سنة في السجن. فبيقول له بقاله 10 سنين. فبيسأله عن بارد اللي اتقتل من فترة قريبة. فبيقول له انا مش مضطر اجاوبك بس هجاوبك جدعانة مني واقول لك جملة واحدة، روح للكان وهو هيدلك. بياخد بورد واحد صاحبه وبيروح له فعلا، وبيعرض عليه فلوس مقابل انه يقول معلومات عن بارد. فبيقول له ان اللي هيجاوبك زميل بارد في الزنزانة. بورد هو بينظف العيادة بيجي قدامه صندوق بلاستيك هو بينزل منه دم، وبيستغرب قوي ويسأل الدكتور. بس الدكتور بيلغوش على الكلام وبيقول له ما تاخدش في بالك دي مخالفات طبية. وبيروح بورد يتكلم مع زميل بارد في الزنزانة عشان يعرف منه اي حاجة، بس بيرفض المسجون يتكلم. بس بورد بيقول له هش وشك بالصودا لو ما اتكلمتش. فبيقول له هتكلم بس مش هينفع هنا. وبيتصل بورد باماندا ويقول لها على زميل بارت في الزنزانة، وبيقول لها ان خايف يتكلم وانا متاكد ان الامن هنا والحراس لهم يد في الموضوع ده. وبيقفل ويدي الموبايل للكاهن. وبنشوف هونج وهو بيحاول يمرر صندوق العصير، وبيكون بورد مستخبي في العربيه وبيطلع ويروح اوضه الارشيف بتاعه المساجين، وبيفضل يدور في الورق ويحاول يلاقي اي دليل او خيط يوصله المساجين اللي اتقتلوا وايه الرابط المشترك بينهم كلهم. وبيكون هونج بره بيعطل الحارس انه ما يدخلش الارشيف، بس بورد غشيم بيعمل صوت وهو بيقفل درج الورق، والحارس بيكون واقف على الباب بره. هو بيسمع الصوت وبيقول له هونج اسكت بقى انت والعصير بتاعك، اما اشوف ايه الصوت اللي طلع من الارشيف ده. وبيفتح الباب ويدخل الارشيف، وطبعا هونج بيكون مرعوب لا يشوف بورد ويتفتشوا كلهم. بس بورد بيكون ناصح وطلع للسقف يستخبى في مواسير المكيفات، بس الحظ الفقري ملازم صاحبه منين ما يروح. بينزل نقط دم من بورد، الظاهر انه اتجرح وهو بيقفل الدرج، بس هونج بيخبيها بالمج بسرعه قبلها الحارس ياخد باله. وطبعا الحارس مش بيلاقي حاجه. بتيجي اماندا زياره لبورد وبورد بيقول لها ان كل المساجين اللي اتقتلوا بينهم علامه مشتركه وهي NO، وبيقول لها تروح لهاكر هو عارف كويس وهيقدر يساعدهم ويوصل للملفات السجن وهيهكرها، بس بيوصيها ما تجيبش خبر بالموضوع ده لاي حد من المسؤولين في المهمه. وبتعمل اماندا زي ما قال لها بورد وبتروح لهاكر معرفه. هو بيطلع عيل صغير هدايا بورد، بس الظاهر انه عيل بس نينجا بيقدر في ثواني يوصل للملفات السجن. هو بيوصل للملف NO اللي بورد عاوز يفتحه، بس الولد بيقول لها ان الملف مقفول برقم سري وده هياخد منه يوم كامل عشان يقدر يهكره. بنشوف بورد في السجن وهو في العياده، هو بيتكلم مع زميل بارت في الزنزانة. هو بيقول له ان في سجين تاني اتقتل امبارح وان الموضوع خطير جدا ومش لازم نسكت عن اللي بيحصل ده. هو بيتفقوا يتقابلوا عند الكاهن يكملوا كلامهم، وبيروح مساعد الكاهن زنزانة بورد وبيقول له في ضيف جاي لك الليله دي ولازم تخلي بالك عشان هم عاوزين يقتلوه. الهاكر الصغير بتاعنا بيقدر يفك شفرة الملف بتاع السجن ويخترق، بس في نفس الوقت بيكون في حد بيدخل على الملف ويمسحه بسرعه، بس بيكون الولد قدر يطبع اخر صفحه في الملف قبل ما يتمسح. وبيقول الولد لاماندا ان في حد تبع الموضوع ده بره السجن هو اللي مسح الملف، واماندا بتكتب له رقم تليفونها عشان يكلمها على طول لو وصل له اي معلومات جديده. هي ريتا كانت كتبت رقمها ليا انا. بتكون اماندا في البيت وبورد بيكلمها وهي بتقول له ان الموضوع ده يخص ناس بره السجن وانه ممكن يكون كي، وبتقول له ان اسمك اللي على الدور في القتل ولازم تاخد بالك كويس. وساعتها بورد بيتاكد ان كلام مساعد الكاهن صح وانهم عاوزين يقتلوه. بالليل في الزنزانه بنشوف اتنين من القضبان، واحد بيشدوا زميل بورد بحبل من رقبته والتاني بيروح لبورد وهو نايم وبيفضل يضربه كتير بالسكينه، بس بورد بيقوم لهم ويضربهم ويروح ينقذ زميله.
زميله، بس الاتنين بيهربوا وبيجروا منه، وبورد بيفضل ينادي على اي حد يساعده، وبتيجي الحراس تاخده زنزانه انفرادي بعد طبعا ما تكون عدمته العافيه من الضرب، وبيكون مش قادر يقف على رجليه من كتر الضرب والتعذيب. وبيجي قائد السجن وبيقول له انت عاوز ايه بالظبط، وايه اللي دخلك السجن، وبيقول له انت قتلت زميلك في الزنزانه ليه، وبرده بيقول له بس مش انا اللي قتلته. بيضربه ضربه قويه برجليه في بطنه ويضحك وبيقول له ما انا عارف ها يا ابن الناس. بنشوف اتنين وهم عند مساعد الكاهن، هو بيقتله عشان راح وحذر بورد، وبيروح واحد لزميل بارد وبيهدده وبيقول له بطل تتكلم كتير. هو بيساله قال له ايه البورد، وبيقول له ما قلتش حاجه. فالراجل بيكون معاه جركن بنزين بيفتحه وبيبدا يكبه على الارض. ايه ده هتعمل ايه؟ صدقني ما قلتلهوش اي حاجه. بس الراجل بيرمي عود كبريت وبيولع في الزنزانه كلها وبيمشي وبيسيبه يولع، لا حرفيا بيسيبه يولع. والمساجين بتحاول تعمل اي دوشه عشان تنقذه بس ما حدش بيسمع لهم ولا حد بيجي ينقذه. بتروح اماندا كالعاده عشان تزور بورد، بس القاده بتاعت السجن بيطلبوا منها يفتشوها الاول. بتقول لهم بس انا عاوزه واحده ست هي اللي تفتشني. بيقول لها لا مفيش ستات غيرك هنا يا جميل. وطبعا اماندا بتوافق عشان تقدر تدخل وتشوف بورد. وبيروح الامن البورد وبيقول له جايه لك زياره هي المدام يا بورد، بس مش هينفع تقابلها بالدم ده لحسن تتخض، ومستحمى كده وروق على نفسك. وبيروح بورد يقابلها وبيتلاحظ الجروح اللي في وشه، وبيقول لها ان بيقتلوا المساجين بمعقول التلج. واماندا بتكون بتبكي، هو بيسالها بورد بتبكي ليه، وهي بتقول له لا مفيش حاجه مجرد ارهاق. وبتقول له انها دورت ورا دكتور غوزمان اللي موجود في السجن، والمفاجاه انه مش دكتور اصلا. وهونج بيقول للكاهن ان الموضوع اتطور جدا وما ينفعش نسكت تاني، ولازم ننضم البورد عشان نساعده ويقدر يوصل لسبب كل ده. هو بيحطوا خطه وبيبداوا يعملوا تفجير في المكان عشان يشغلوا الحراس بالحريق وما ينتبهوش ليهم. وبيدخلوا اوضه التلج الطبيه بتاعت السجن، وبيتفاجئوا انها كلها اعضاء بشريه، وان كل جرائم القتل دي كانت بغرض تجاره الاعضاء، واكيد الامن والحراس مشاركين في الجريمه دي. وبيلاقوا ان المساجين كلهم متجمعين عشان في مسجون جديد هينضم ليهم. وبيشوف راجل الرمل داخل عليهم، راجل الرمل اللي بورد قبض عليه من 16 شهر اتنقل للسجن ده. وكده بورد في مصيبه لان راجل الرمل عارف انه ضابط شرطه. بيكون بورد بينظف الارض وبيجي اتنين يضربوه وبيكتفوه كمان. وبيجي له راجل الرمل وبيقول له يا الدنيا دي صغيره قوي بس انا مبسوط اني شفتك. وبيطلع سكينه وبيطعن بورد في بطنه وبيقول له هتشوف بنفسك قد ايه المساجين بيكرهوا الضباط، وهوريك هيعملوا ايه اما يعرفوا انك ظابط مش مسجون زيهم. وبيأمر الاتنين اللي معاه ينزلوه على الارض وبيسيبوه، وبيرجع بورد للزنزانه بتاعته. والمساجين بتفضل تشتم فيه وبتكون السجن فوضى قوي. وهونج بيقول له انت ازاي موجود هنا لحد دلوقتي، لازم تمشي المساجين هتاكلك حي. بورد بيقول له مش همشي قبل ما اوقف الجرائم اللي بتحصل دي واعرف مين اللي وراها. هونج بيقول له طيب مع السلامه انت يا فرج، وبيسيبه وبيمشي. والمساجين بتفضل تحدف على بورد اي حاجه في وشها، وبيفضلوا ينادوا ويشتموا عليه. يا اخي ما الراجل قال لك امشي بدل ما سيره الست الوالده تبقى على كل لسان. اماندا بتروح للمسؤول يوم الحفله وبتقول له ان كاي ليه دخل بجرائم القتل، وبتروح تعمل مكالمه عشان تبلغ، بس بتتفاجئ بتوم اللي حضر سلاحه وبيهددها وبيقول لها انه كان مضطر عشان ينقذ مراته اللي كانت محتاجه نقل كب واللي كانت هتموت. بتدخل عليهم مراته وتجري ناحيتها اماندا بسرعه وتقول له قول لها انت عملت ايه عشان تنقذها. ويكون بورد في زنزانه والظابط بيقول له راجل الرمل هيجي يشوفك. بيقول له محدش يقدر يدخل عندي. وبيمسك الظابط القضبان فبورد بيكهرب القضبان والظابط بيتكهرب وبيقع على الارض. فبورد بيفتشه وبياخد المفاتيح ويفتح الزنزانه ويهرب. وراجل الرمل بيفتح كل ابواب اوض المساجين عشان يطلعوا ويقلبوا الدنيا، بس بيتفاجئ راجل الرمل اما ما يلاقيش بورد في مكانه. وبنشوف بورد وهو بيجري وباقي المساجين بتجري وراه، فبياخدوا القائد ويقفل البوابه على باقي المساجين وبيكونوا خلاص هيخلصوا عليه. بس بيجي هونج وينقذه ويفجر الباب ويدخلهم ويخلص بورد من ايديهم. وبورد بيقوم للحراس وبيديلهم بالرجل والبوكس لحد ما ينيمهم في الارض زي الفرخه الدايخه. وبيطلع يجري هو وهونج والكاهن كمان، وبيسال بورد هونج وبيقول له ليه انقذتني. هونج بيقول له الظاهر كبرت وقلبي بقى رهيف، صعبت عليا يا اخي. وبيهجم عليهم واحد بس بورد بيروقه وبيظبطوا ضرب. وبنشوف الدكتور اللي مش دكتور وهو بيحاول يجري ويهرب، بس المساجين بتقول له على فين يا دكتوره، مش هتمشي قبل ما نعمل لك عمليه صغيره كده استئصال رقبه. بورد والكاهن وكونج بيكونوا بيحاولوا يهربوا، حد من المساجين بيضرب نار عليهم وهونج بيتصاب. وبورد بيقول له استنى هنا هطلع اجيب حد يساعدنا واجيلك تاني. هونج بيقول للكاهن اطلع ورا بورد ما تسيبهوش لوحده. وبنشوف الضابط وهو ماسك مسدسه وجاي ناحيه هونج وبيقول له انا عارف انك هنا يا هونج، انا اقدر اشم ريحتك من على بعد. وبيحط السلاح على دماغه وبيقول له
نفسك في ايه قبل ما تموت؟ هونج بيتف عليه وبيقول له بس كده. وقبل ما الظابط يقتل هونج الكاهن بيكون وراه وبيضربه بالنار، هو بيطلع يجري عشان يحصل بورد، بس للاسف راجل الرمل بيضربه بالفاس وبيموت. وبعدها بنشوف راجل الرمل وبورد في قتال سوا، وراجل الرمل بيحاول يخنق بورد بس بورد بيفك نفسه منه، هو بيرميه على الارض وبيضربه. وفجأة بيختفي راجل الرمل وبورد بيجري بسرعة للمخرج عشان يهرب، بس راجل الرمل بيظهر تاني، والمرة دي بيشغل صاروخ وبيمسك بورد ويقربه من الصاروخ عشان عاوز يقطع رقبته، بس بورد بيفك منه وراجل الرمل بيرمي بورد من فوق السلم للدور اللي تحت. وفجأة بنشوف المساجين كلها بتتفرج عليهم، وبورد بيفضل يضرب راجل الرمل برجله 5-6-20 ضربة كده، بس راجل الرمل مش بيسكت له، هو بيفضلوا يضربوا في بعض، انت بوكس وانا بوكس، هو محدش احسن من التاني بقى. راجل الرمل بيخنق بورد ويرميه على الارض، وبيروح راجل الرمل يفتح الفرن بتاع السجن وبيقف قدامها وبيقول لبورد هبعت لك مشوار للجحيم. بورد يضربه برجله ضربة ويخليه يدخل على قلب الفرن ويقول له لا روح انت انا مش فاضي، بس راجل الرمل ده ايه مش بيموت، بيطلع من الفرن وهو مولع، وبورد بيديله بالرجل يخليه يخبط في حديدة تجيب اجله. وبنشوف المساجين وهما بيعدي من وسطهم وبيكونوا في حالة صمت ومبهورين جدا ان بورد قدر على راجل الرمل، وبيروح لهونج وبياخده بسرعة على بره وبينقله على عربية الاسعاف، وبتكون اماندا مستنياه. ولحد هنا بيخلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس. يلا سلام.